تشهد جبهة البوليساريو في الآونة الأخيرة عزلة متزايدة على الساحة الدولية، حيث أصبحت تفتقر إلى الدعم الواسع الذي كانت تعتمد عليه في الماضي. هذه العزلة تعود بشكل كبير إلى النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المغرب في تعزيز سيادته على الصحراء المغربية، لا سيما في المنتديات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. في هذا السياق، تحاول الجزائر، الحليف الرئيسي للبوليساريو، تحريك الساحة الدبلوماسية لدعم الجبهة، إلا أن هذه الجهود تواجه مقاومة شديدة من قبل دول إفريقية عديدة مثل السنغال وكوت ديفوار التي تدعم سيادة المغرب وتعتبره بوابة للشراكات الإفريقية. إحدى أبرز التحركات الجزائرية كانت محاولة إدراج البوليساريو في قمم دولية، وهو ما تم إحباطه بفضل رفض غالبية الدول الإفريقية لمثل هذه المحاولات. أحد الأحداث البارزة كان قرار الاتحاد الإفريقي استبعاد البوليساريو من المشاركة في القمم الدولية التي تنظمها المنظمة، حيث تم التأكيد على أن المشاركة ستكون مقتصرة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقط، وهو ما يمثل ضربة قاسية للبوليساريو وداعميه. من جانبها، تحاول الجزائر تقديم البوليساريو كحركة تحرر وطنية، إلا أن المجتمع الدولي بات ينظر إليها بشكل متزايد كجماعة انفصالية بدون شرعية دولية. وتظهر تحقيقات جديدة في قضايا فساد مرتبطة بالقيادة العليا للجبهة في مخيمات تندوف، مما يزيد من الضغط على البوليساريو ويعزز عزلتها. بالتزامن مع ذلك، يتزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية لمنح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، وهو الحل الذي تعتبره العديد من الدول حلاً واقعياً ومستداماً للصراع الطويل.